اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح المشتريات الجميلة، صباحكم رزق وبركة وفرحة من عند الرحمن، صباحكم هنا وسعادة يا رب، اللهم أمين. النهاردة كده بقى شارية جهاز جديد للبيت، عايزاكم تقولي لي رأيكم فيه ايه. وطبعا عايزاكم ما تنسونيش باللايك، لأن انتوا بتنسوني باللايكات خالص. عايزاكم كده ما تنسونيش باللايك، وتعالوا بقى نحط الجهاز بتاعنا بقى ونفتحه مع بعض ونسمي بسم الله ونقول يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم جهازنا تقيل شويه، مش تقيل قوي يعني. اوكي بسم الله. وده كده الجهاز اللي احنا اشتريناه مع بعض النهارده، كده حذروا فزروا كده يكون ايه. طبعا هو لسه بكرتونته بكل حاجه، انا مستلماه يوم الوقفه. بس انتوا عارفين انا بحب قوي قوي اللحظه دي، ان انا افتح معاكم الاجهزه الجديده. ببقى مبسوطه بيها وببقى حاسه ان انتوا هتشجعوني، برغم ان ما بيجيليش تشجيع خالص. بس بقول لعل وعسى في مره من المرات كده تشجعوني. تعالوا بقى ندور على المقص كده اهو، ونفتح مع بعض جهازنا القمر الجديد بتاعنا ده. ربنا يبارك لنا في حاجتنا ويعيننا ويقوينا على سداد حقها يا رب، اللهم امين. ده كده الجهاز الجديد اللي انا جبته، بقالي كتير قايله لكم عليه على فكره ان انا هجيبه. وطبعا جبته، بس مش من التاجر اللي انا كنت بجيب منه، انا جبته اونلاين. تعالوا بس نفتح كده مع بعض ونتكلم ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شفتوا كده وعرفتوا ولا لسه؟ اهو جايباه يا بنات، ده فرن كهربائي جايباه للمطبخ. طبعا انتوا عارفين ان الحمد لله اول يوم رمضان ان الفرن بتاعي ولع، ويولع بطريقه بشعه جدا، ربنا ما يكتبها لكم ابدا يا رب. فكانت الدنيا عندي صعب قوي. فجبت طبعا الفرن ده، بقالي كتير مكلمه التاجر اللي انا بتعامل معاه بالقسط ان هو يجيبهولي. ما لقاش الانواع اللي انا عايزاها، ولقى حاجات تانية انا مش محتاجاها خالص ورخيصه جدا في السوق بصراحه ب1000 وب2000. وحاجات قلت مش هتعيش معايا وهتصد من جوه وهتقرفني وهتزهقني. فانا كنت عامله سيرش على ان لا يعني افضل اجهزه ايه. وكان من افضل الاجهزه طبعا ارزوم اول حاجه، وكومتيل اللي انا جبته ده، وكسيل تقريبا. يعني هو في 3 4 انواع اللي لقيتهم حلوين. وعرفت ايه مميزات الفرن الحلو من الفرن الوحش. يعني انا عمري ما جبت فرن كهربائي. فالمهم ان انا قلت طالما اجيب بقى اللي هو 70 لتر، زي ما انتم شايفين 70 لتر اللي هو 2 اكس لارج، اللي هو ده 70 لتر عشان يبقى كبير معايا. طالما جبت حاجة اجيبها بقى، يعني اصلا مش كل سنة والتانية اجيبها بقى حاجة صح، وحاجة كويسة تكون ايه معانا. تعالوا كده نسمي بسم الله. ده كده الجهاز بتاعنا اهو، ما شاء الله. بصوا بحب افتح اول لحظة دي، اللحظة دي كده بتسعدني، يعني انا بس ببقى محتاجة من المشتريات اللحظة دي. اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يسعدكم ويرزقكم جميعا يا رب، ما شاء الله. اللهم بارك. هو انا حاسه ان في تنايات، بس انا هقول لكم. بصوا في تنايات فعلا، هقول لكم بقى ليه. مش عارفه بقى ده فعلا مني ولا لا. هو من يوم الوقفه وولادي قعدوا يخبطوه من هنا لهنا، وفي نفس الوقت ممكن يكون مش شحن. بصوا في تنايات، ادي لسه والله بيخرج من الكرتونه بتاعته. تعالوا كده اوريكم. بصوا هنا اهو في تانية قبة شوية كده اهي، مش عارفة انتوا واخدين بالكم منها ولا لا. وهنا كده، ده بقى اللي يزعل بصراحة. هنا كده برضو في تانية، وهنا كده في خبطة جامدة جدا. هنا في اهي. بصوا ده اللي يزعل، مش عارفة بقى. تعالوا بقى نخرجه من الكيس كده من الكرتونة بتاعته، والله المستعان. كده هخرجه الاول عشان اعرف اخرجه بسرعة وهرجع لكم. وبكده يا امارات رجعت لكم تاني بقى كده. وده كده شكل الفرن معانا بعد ما فتحته. ده كده الشكل بتاعه من بره. تعالوا بقى نفتح الباب مع بعض. انا عايزه اقول لكم ان انا قلبت فيه طبعا عشان اشوف فيه حاجه تاني غير التنايات اللي موجوده فيه دي. فالحمد لله ما لقيتش حاجه، يعني هو الجنب ده بس، ده شكلها طبيعي يعني. دي شكلها عشان في سنه هنا، فلا دي طبيعيه.
انما هي الخبطه اللي من الصاج من فوق. انا عايزه اقول لكم لما محمد ابني طلع لقيت الكرتونه محطوطه بالشقلوب، ده اللي كان تحت في الظهر يعني، ده اللي كان في القاعده، فممكن تقريبا بقى مع بتاع الشحن او حاجه يعني الخبطات دي حصلت. انا مش عارفه الخبطات دي تاثر ولا لا. بصوا اهي، اهي مش هتبان لكم، دي هنا في فراغ في الحته دي، في هنا فراغ في الحته دي. المهم يعني هنبقى نشوف بقى موضوع الخبط ده بعدين. تعالوا بقى نفرح بيه بقى كده عشان انا بزعل بصراحه يعني. بصوا بقى، هو قالوا اهم حاجه في الافران، وقولوا لي الكلام ده صح ولا لا. شايفين الشبكه اللي فوق دي شبكه حلزونيه، قالوا دي اهم حاجه في الفرن، ان الشبكه اللي فوق كده تكون شبكه حلزونيه، ما تكونش خطين، عشان دي بتدي تسويه احسن للحاجه اللي محطوطه في الفرن. ونفس الوقت برضو الشبكه اللي تحت برضو نفس القصه، برضو حلزونيه بالشكل ده، برضو حلزونيه بالشكل ده. دي من اهم الحاجات اللي في الفرن. بيكون الجناب بتاعته مجلفنه زي فرن البوتاجاز العادي بتاعك جدا. المجلفنه دي مش يعني بتستحمل معاكي ومش بتصدي كتير، يعني بتاخد وقت طويل على ما تبوظ معاكي طبعا زي فرن البوتاجاز، غير لما تكون كلها من المعدن اللي جوه ده بيصدي بسرعه معاكي. وانت تلاحظي في جميع الافران الكلام ده. طبعا هو ما فيهوش تفاصيل كتير. دي الشبكه بتاعته، تمام، دي الشبكه بتاعته العاديه، وده الرف اللي هو المجلفن او الصينيه المجلفنه اللي هو هتحطي عليه عادي صينياتك او حاجتك اللي انت هتسوي فيها، بيكون في النص كده، مش هيكون للاخر معاكي. ده كده من الداخل. طبعا في جوان حلو محترم يمنع الحراره تطلع لبره، الجوان ده معاكي. المفروض ان ال70 يعني في اغلبيه الافران التانية ان الازاز بتاعه بيبقى دبل، ده الازاز بتاعه مفرد مش دبل. المفروض ان في لوحين ازاز بيبقى واحد ليه مجرى داخلي والخارجي ده بيبقى دبل. ليه بقى؟ عشان خاطر برضو الحراره ما تبقاش عاليه فيه. احنا عارفين هو 70 لتر فحرارته هتبقى عاليه، فيعني المفروض الازاز يبقى دبل. دي برضو اول حاجه انا خدت بالي منها. هو القفل بتاعه خلي بالك منه لان الباب بيرزع معاكي حلو يعني. فما شاء الله يعني حاليا لحد الان تمام معايا. تعالوا بقى اقول لكم هنا البكر بتاعه. وطبعا انصحوني بقى بالاستعمال ان انا احافظ عليه فتره طويله، لان بصراحه عمري ما استعملته ولا امي واخواتي، مفيش الا اختي الوسطانيه اللي لسه متجوزه دي هي اللي كان عندها فرن وما كنتش شايفاها بتهتم بيه قوي يعني. فهنا ده تقريبا ده درجه الحراره، ده كده درجه الحراره، ده كده التايمر بتاعه درجه الحراره بتاعته معاكي لحد 200 230 الماكس بتاعها، معاكي لحد 230 الماكس بتاعها. طبعا بيبتدي معاكي من اول الميني هنا لحد 100 150 170. دي تقريبا اللمبه عندها 180 200 230. هنا التايمر بتاعها ان انت الوقت اللي هتظبطي عليه معاكي لحد ساعه ونص التايمر بتاعه. ودي هنا بقى اللي هو هتشغلي المروحه والشوايه، هنا الشوايه بس هنا من تحت، هنا الاتنين مع بعض. فطبعا هو بصوا بالنسبه للي يعني انا اتفرجت على الريفيوهات كتير، فحاجات كتير قوي عرفتها، بس بقى الاستعمال بقى والنتيجة هنعرفها مع بعض قدام ان شاء الله. دي كده اليد تتقشر من عليها، بس انا بصراحة مش هقشرها هخليها يعني. فده كده شكل الفرن. بصوا هنا بانت بالقفلة اهي، بصوا الحتة اللي بقول لكم عليها بانت هنا لما قفلت، بصوا يعني تقريبا باينة اهي كده واضحة معاكم. بصوا هي مفرقة عن بقية الباب طبعا غير التخبيطة اللي ورا دي. هو الفكرة بقى في السقف اللي فوق، هو بقى اللي حصل فيه حوار. الفيشة بتاعته هي قصيرة شوية، الفيشة بتاعته قصيرة شوية، بس فيشة عادية الحمد لله ثنائية يعني تشتغل عادي في الكهرباء عندنا كمصريين. وده كده شكل الفرن من بعيد. لازم تقولوا لي بقى رأيكم ايه، واللي استعمل الكومتل قبل كده يقول لي ايه رأيه فيه. هنفضله بقى مكان على الرخامة معانا ونحطه بقى معانا كده، ويا رب يا رب يا رب يطلع عند حسن ظني وربنا يحسن اختيارنا فيه. انا بصراحة مش هرجعه عشان خاطر دي مش عارفة يعني. بصوا دي اكتر حاجة مضايقاني، دي اكتر حاجة مضايقاني. انا بحب حاجتي تبقى جديدة وبحب اجيب حاجتي جديدة، مش بحب اجيبها مستعملة عشان ملقاش وجع دماغ. ده كده الظهر بتاعه في فتحات من ورا برضو هنا، في فتحات من هنا. هي المروحة بتاعته فين؟
المروحة بتاعته فين؟ هي فين مروحته؟ المروحة من الجنب، في الفتحات اللي في الجنب دي. امم المروحة في الفتحات اللي في الجنب دي. تمام. هنا مفيش فتحات، هي المروحة في الفتحات دي، واللي هناك دي اللمبة بتاعته. ده كده جهازي الجديد اللي هدخله معايا المطبخ. قولولي بقى رأيكم ايه فيه، واللي استعمله قبل كده يقول لي هل فعلا ممتاز ويستحق والنوع ده كويس، بغض النظر بقى عن الخبطات اللي لقيناها دي اكيد من الشحن. فقولوا لي بجد ايه رايكم فيه، وايه رايكم في تسويته والكلام من ده، وبيسحب كهرباء ولا لا. انا عايزه اقول لكم ان هو كام، هتجيب لكم الكرتونه كده. هو كام واط معانا؟ 2500 واط. و2500 واط انا طبعا مش هشغله عمال على بطال. بصوا هو 2500 واط معايا، فكهربته اكيد هتبقى عالية، فانا مش هشغله عمال على بطال. وهو 70 لتر، وهو ده مش عارفة ايه التايمر. ف ان شاء الله يبقى كويس معانا. عايزاكم كده تقولوا لي تجربتكم فيه للي جربوا قبل كده، وتقولوا لي ايه رايكم. وطبعا عايزه اسمع منكم كلمه مبروك، وقولوا لي فعلا ارجعه للشحن بتاعه تاني، ولا يعني اقول الحمد لله واقعد. انا مثلا 80% راضيه وهقعد، بس مش عارفه انتوا بقى في كومنتاتكم قولوا لي رايكم ايه كده. وان شاء الله ربنا يصلح حالكم واحوالكم ورزقكم من حيث لا تحتسبوا ومن حيث تحتسبوا. يا رب عنا وقوينا يا رب على تسديد حق الحاجات اللي احنا بنجيبها. طبعا لو عايزه تعرفي اي معلومات اكتر اكتبي لي كده في الكومنتات، وان شاء الله هبقى معاكم كده وارد عليكم. انا برد على كل الكومنتات. وان شاء الله كده يا مرايا ربنا يعينكم ويقويكم ويرزقكم ويصلح حالكم واحوالكم ويسعدكم يا رب، اللهم امين. اشوفك في يوم جديد وروتين جديد. هنفضله كده مكان على الرخامه ونظبط كده دنيته، وهبقى اصور معاكم واقول لكم رايي فيه ايه بعد الاستعمال. سلام عليكم.